حسم الترجي بطاقة التأهل لنهائي كأس تونس بعد فوزه اليوم الخميس على الملعب التونسي بنتيجة 3-2، وسيواجه شيخ الأندية التونسية في المباراة النهائية نادي الأولمبي الباجي الذي تغلب في نصف النهائي الأول على النادي الإفريقي بركلة الترجيح وبنتيجة 3-2 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. ونرصد لكم عبر هذا الفيديو 3 مشاهد من ديربي الترجي والملعب في كأس تونس. أولا، ثار كروي. انتظر نادي الدم والذهب عقدين من الزمن قبل أن يثأر من الملعب التونسي الذي أزاحه في نصف نهائي كأس تونس، وذلك موسم 2002-2003، ورغم التعب الكبير الذي لاح على لاعبيه وبسبب تتالي المباريات الماراثونية الصعبة في شهر رمضان، إلا أن الترجي نجح في حسم موقعة رادس بفضل أهداف نجومه محمد علي بن رمضان ورياض بن عياد وحمد الهوني. ويسعى نادي العاصمة لإنهاء عقدة عدم التتويج بمسابقة كأس تونس الذي لم يتوج بها منذ نسخة موسم 2015-2016. ثانيا، الفار نجم المباراة. فرض حكم الفار أمير لوصيف نفسه كنجم أول للمباراة بعد أن أوقف اللعب في عدة مناسبات، ومن أجل دفع الحكم الجزائري إلياس بوكواسا لمراجعة قراراته. وتعرض لوصيف لانتقادات لاذعة من قبل جماهير الترجي بشكل خاص، وبحكم وقوفه وراء ركلتي الجزاء واللتان حصل عليهما الملعب التونسي. جدير بالذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر الاستعانة مجددا بحكام أجانب في ظل تواصل مسلسل هفوات الحكام المحلي. ثالثا، طلب غريب. طلب حارس الملعب التونسي اليوم في المقابلة عاطف دخيلي من مدربه حماد الدو بتبديله مباشرة، وبعد قبوله للهدف الثاني من مخالفة غير مباشرة، ودخل الأخير في مناوشة مع مدافعيه بسبب تفكك الجدار وأثناء لعب المخالفة، مما صعب من مهمته في التصدي لكرة النجم الجزائري رياض بن عياد. ورفض الجهاز الفني للملعب التونسي طلب عاطف دخيلي الذي واصل حماية مرمى فريقه حتى نهاية المباراة.